أحيا الفنان الدنماركي ذو الأصول الكردية توبياس رحيم حفلا غنائيا جماهيريا في العاصمة كوبنهاغن وسط حضور الآلاف من الدنماركيين والجاليات المختلفة. الحفل شهد مشاركة مميزة لفرقة آفا الكردية التي تأسست مطلع عام 2024 على يد الفنان والأديب فتحي إبش، حيث قدمت الفرقة لوحات راقصة مستوحاة من الفلكلور الكردي بروح جديدة، موضحا أن الهدف من تأسيس الفرقة هو ربط الشباب الكرد بتراثهم رغم تحديات الغربة. الجدير بذكر أن فرقة آفا تلقت مؤخرا دعوة رسمية من البرلمان الدنماركي للمشاركة في احتفالات عيد نوروز، ما يعكس الحضور المتنامي للثقافة والفنون الكردية في الدنمارك. ويواصل الفن الكردي ترسيخ حضوره في المشهد الدنماركي والإسكندنافي، حاملا رسالة إبداع وهوية عبر الموسيقى والرقص.